بصوا بقى البنت دي جايبه حبه اوردرات يا جماعه، جايبه كتير قوي يعني، ما شاء الله، يعني نقول ما شاء الله. ربنا يزيدهم ويكرمنا احنا كمان ويرزقنا. بصوا بقى جايبه، بصوا الاوردرات ماليه الصاله اوردرات، يعني تعالوا نشوف بقى هي جايبه ايه. بصوا دي بتاعت مناديل حلوه جدا وشكلها شيك قوي، وجايبه جزامه شكلها بردك حلو قوي وشكلها شيك جدا. وجايبه طبعا البتاع اللي بيمسح الكاوتشات، البتاع ده لو ينزل مصر، لو ينزل مصر. وجايبه بقى كراسي اللي هي بصوا المقشه عامله ازاي عندهم، جامده قوي على فكره. المقشه دي نزلت عندنا هنا. ايه دي؟ انا مش عارفه، في ملهاش اي لازمه يعني. بصوا جايبه مروحه بتتحط في الحيطه يعني، ملهاش لازمه. ايه يعني؟ حاطه مروحه انت هتفضلي واقفه هنا؟ ملهاش لازمه، مش حلو، ما عجبتنيش. بصوا جايبه بقى بتاع، يعني زي مج حراري كده بس مش حراري، انتوا اكيد فاهمين. وايه، وبيفرم الحاجه يعني على طول. طبعا ده البراد اللي هو بالكهرباء حلو جدا. وطبعا جايبه البتاع اللي هي منظمه النضارات، ما بتاخدش مكان وحلوه قوي يعني. انا نضاراتي بتتكسر بسبب ان انا مش لاقي لها حاجه احطها فيها يعني. بصوا بقى المكنسه اللي هي اللي بتتحط ما بين الكراسي والانتريه وكده، بتبقى حلوه جدا وتنفع. الحاجات دي كلها يا لو تبقى في شقه عروسه، ياه. بصوا المروحه جميله جدا وما بتاخدش مكان، انتوا متخيلين حاطه المروحه في الدرج؟ مروحه عمود في الدرج. بصوا بقى جردل الشرشوبه ده تحفه. بصوا بقى فصلت المية النظيفة من المية اللي هي مش نظيفة، والبتاع ده بيعمل مساج لرجلها، تحفة برضك. هما بيجيبوا حاجات ما بتاخدش مكان خالص، يعني هما بيستغلوا كل حتة في البيت. بصوا البتاع ده بتاع الرجل، يعني هو حلو جدا للناس اللي هو عندها رجليها شقشق تقريبا اسمها كده، اللي هي رجليها بتبقى بايظة، فهتبقى دي حلوة جدا ليها. بصوا بقى المفرمة بتاعة الثوم والخضار دي حلوة جدا جدا جدا، دي احلى حاجة بجد. بس برضك المفرمة بتاعة التوم دي في ايديها، دي بقى بتاع يعني بتمسك بيها البيض والمكرونة وكده، حلوة برضك. بس هي في مقصوصة يعني، بس هما حاجات بيحبوا يجددوا يعني. البتاع ده قديم يعني، اللي هو بيعقم الخضار. ودي حافظ، دي بتعمل ايه؟ دي محطوطة في التلاجة بس معرفش ايه لازمتها يعني. بص بقى منظم البيت ده شكله شيك جدا، ومكان للغطيان حلة حلوة قوي. البتاع بتاعت المعالق دي والسكاكين وكده جميلة جدا. دي اصلا يعني هو المفروض هنا العروسة بتجيبها وتحطها على الرخامة. وبتاعة الزيت اللي بتلف دي جميلة جدا برضو، انا لو لقيتها هجيبها في جهازي اكيد. والبتاعة دي على فكرة كل الحاجات دي موجودة في مصر هنا. بص بقى هما بيستغلوا كل حتة في البيت بجد، يعني مفيش حتة مش بيستخدموها. بص بقى البتاعة بتاعة الزبالة دي بترمي فيها الزبالة، حلوة قوي يعني، حاطين جردل الزبالة جنب الحوض بالظبط، او لازق في الحوض، فحلوة جدا. ودي زي غسالة كده بتغسل الاطباق وكده. دي صبانة حلوة قوي برضك. حلو قوي بتاع الشباشب ده، حلو جدا. بس ايه ده 4 شباشب ليه يعني؟ ليه 4 شباشب في الحمام؟ كفايه شبشبين شبشبين، شبشب واحد اصلا كلنا بنخش بيه. ليه 4 ليه يعني؟ هي زحمه وخلاص. بس زي ما انتوا شايفين هناك هما بيعملوا كل حاجه. بص، اوه، جامد المفرش ده، ايه ده؟ برضك دي زي بتاعه الميك